السلام عليكم. Here I have ماندارين تاع المغرب. شوف الباكاجين، شوف التغليف، شوف حاجة قمة. تحس انه هاي كواليتي برودكت، تحس انه منتوج رفيع. هنا عندي الطوماطيش تاع المروك. هذه كلها تلقاها في الاسواق الاوروبية وحتى في الاسواق الامريكية. هذا غيض من فيض من بعض المنتوجات الزراعية اللي تصدرها المغرب. ولا مرة في حياتي شفت عدد تمر، ولا مرة في حياتي شفت منتوج جزائري في أسواق أوروبية. جامي. تونس شفت، مصر شفت، موريتانيا شفت، الجزائر والو. سؤال المطروح، واش خصنا حنا باش نكونوا كيما هما؟ ياك امتداد جغرافي واحد، معناتها تربة واحدة، شمس واحدة، تضاريس متقاربة، مناخ تقريبا واحد. واش خصنا على الأقل نحققوا اكتفاء ذاتي، ماشي نصدروا يا سيدي. واش صدرت المغرب في 2019 بلغ 29 مليار دولار، ما يعادل 82% واش صدرنا احنا كمحروقات. هذا دون الحديث عن الصناعة، النسيج ولا السياحة اللي راهي عندهم، هذيك ما نحكوش حاجة أخرى. يعني غير من المغرب قادرين ندو مثال، تدي منهم النموذج في الزراعة والفلاحة، قادر من تونس تدي النموذج السياحي. عندنا كلش واش عند هذا البلدين، احنا جايين في الوسط بصح ميتين. والله تلتقي بأجانب تقول له I'm from Algeria، والله ما يعرف ألجيريا، ما يعرفش ألجيريا، وإذا عرف يقول لك I heard of it، بصح تعطي له الخريطة والله ما يعرف وين جاية. يجبد لك المغرب يقول لك موروكو، تونيجا يعرفوهم، الجزائر والو. رانا لا شيء، لا حدث. لو الجزائر تاخذ المغرب نموذجا وتعمل به بدلا من الانتقادات، نعرفوا غير جايبين عقبهم العدو، ولو يعلمونا باللي هما عدو. بصح شوف شو راهم يديروا في الصناعة والزراعة وقطاع الخدمات والسياحات. تمرض ارقام ما نلحقوهاش. يعني من اذا لم تكن لنا اراده ما نلحقوهاش يعني للاسف. فيف لالجيريا اونتوريك. احنا دائما نحاول نعرف بالجزائر قدر المستطاع بالكلام بالهضره. وي هاف جريت هيستوري، بصح دير شيء جديد يفتخر بهذا الجيل الحالي. علاش قاعدين دائما في التاريخ القديم؟ يعني عندنا كل الموارد والطاقات والامكانيات، بصح المسؤولين ربي يجيب. بخصوص الحلاوه خوتي، سكر.